افضل اللعيبه بقى من برينتفورد الماتش ده المفروض ان هو مبويمو ما تمشيش مبويمو بالسالب، عشان مبويمو هيلعب ناحيه كوكاريا، وكوكاريا ده اي حد يلعب عليه يعمل عليه ماتش. انا من رايي سون وماديسون مهمين جدا جدا الاثنين مع بعض، وبرده عندهم مشكله في العمق بين قلبين الدفاع اللي بيجي منها سون واللي بيجي برده منها ماديسون، بيجي من ورا وبيخش برده قدام. فالحته دي برده ركز عليها ان سون وماديسون هيكونوا خطيرين جدا للجوله دي. ربنا نصرني على ناس كتير جدا بتشكك. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، هد بقى يخرب بيت امك. ايه ده هنا على الطعنه لما بتجيلك من صاحبك وصديقك بتبقى مؤلمه قوي والله يا جدعان. طب انا دلوقتي كابتنت واتكنز، والرجاله اللي كابتنوا واتكنز انا عارف الناس اللي كابتنوا صلاح واللي كابتنوا هالاند واللي كابتنوا حتى ساكا مش هيصين وعاملين يغيظوا فينا ويفرحوا فينا. بس يعني انت اقنعني كده، سواء ان انت كنت مكابتن واتكنز معايا او مش مكابتن واتكنز، قول لي ايه مثلا، يعني ايه الهبد اللي انت عملته ده يا مروان؟ ليه مثلا كابتنت واتكنز؟ هل انا كده عملت هبد؟ كابتنت واتكنز قدام لوتون على ملعب استون فيلا، وان اي فرقه بتلعب قدام لوتون المهاجم بتاعها بيسجل دايما جون. دايما شوف كده كل الاحصائيات اللي الفرق اللي لعبوا قدام لوتون دايما المهاجم بتاعها بيسجل جون. واتكنز مليون في المية بالفورمه اللي فيها استون فيلا الدنيا تمام هيسجل، ما كانش جولين هيبقى هاتريك، ما كانش حتى جولين ولا هاتريك، هيبقى على الاقل جول. ولا ده ولا ده النقطتين الجمال، علشان في الاخر ايه؟ هالاند يجيب شوف كام نقطة في الآخر، مجموع صلاح ومجموع واتكنز أقل أصلا من مجموع هالاند. فالحمد لله بدون سياحة بقى، تعال نشوف الأول أنا جبت كام نقطة في الجولة المهببة دي. الجولة دي أنا جبت 58 نقطة، معايا أريولا فضلته على إيدرسون اللي هو قدام مانشستر يونايتد على ملعب مانشستر يونايتد، ماتش ديربي وكل حاجة. فالبديهي ان انا الاعب مين؟ اريولا، علشان قدام مين؟ ايفرتون اللي هي هجومها مش احسن حاجه. ففي الاخر ايه اللي يحصل بالظبط كده؟ اريولا يضيع منه كلين شيت وايدرسون ياخد الكلين شيت وياخد نقطه بونص، يعني ما علينا ماشي. تريبير صفر. متوقع ان احنا قلنا ان تريبير الكلين شيت بتاعهم مش هيكون موجود. كاش 5 وان هو لحق يطلع لنا بالكلين شيت قبل ما يخش فيهم الجون، فدي حاجه الى حد ما كويسه في الجوله دي. منجي، هتقولي مين منجي ده؟ هو ده بتاع لوتون، انا اصلا ما اعرفوش، انا جايبه كده تكمله عدد وخلاص. هو نزل لي مكان اودوجي اللي هو ما لعبش، بس ما فرقش حتى اودوجي لعب، فكده كده كلين شيت ضاع، فده هيجيب نقطتين وده نقطه، فما فرقتش قوي. ماديسون خط النص بتاعي هو الوحيد الحلو، ماديسون ديابي سون صلاح ساكا كلهم خط نص عظمه وجايبين نقط. انا بقى سبت كل اللي تألقوا دول ورحت كابتنت الوحيد اللي ما تألقش عندي في الجوله اللي هو مين؟ واتكنز والفاريز. الهجوم بتاعي واتكنز والفاريز عيان وميت، ودي تخلينا ان احنا نتعلم من غلطنا، وان احنا بعد كده ما نبقاش عمنا ان هو عمنا وعم عيالنا كلنا هو هالاند. لازم ان احنا يكون معانا في تشكيلتنا بدون بقى اي حنيكه، ولازم ان احنا كمان نكابتنه. شوف قدام مانشستر يونايتد عمل ايه، جولين، وشوف الكرة اللي شالها اونانا كان على الاقل كان هيجيب له هاتريك والدنيا رايقه معاه واسيست كمان. وفي الاخر صلاح وواتكنز الاثنين مع بعض مجموعهم اقل اصلا من هالاند. طيب التشكيله بقى اللي احنا اخترناها الحلقه اللي فاتت ان هم دول افضل 11 لعيب للجوله دي، وان احنا دي بنقارن ما بينها وبين تشكيله السكاوت بتاعت الموقع الرسمي، بنشوف مين اللي جاب اعلى، احنا ولا هم. احنا جبنا في الجوله دي 59 نقطه، الى حد ما حلو بالنسبه للنقط بتاعتهم. هم التشكيله بتاعتهم بتاعت السكاوت بتاعت الموقع الرسمي جابت 43 نقطه، فاحنا تقريبا الجوله دي اكتسحناهم. كده بقى كام ما بيننا وما بينهم؟ كده 5-2 للقناه، فتقريبا احنا مكتسحينهم كمان في التوتال كله. وانا يا صديقي لو انت اول مره بتتفرج عليا، فانا مروان رفعت ودي قناتك ساحو فانتسي. اتمنى انك تعمل لي لايك واشتراك في القناه، عشان ده بيساعدنا ان احنا نستمر وبيساعدنا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. تعالى كده ناخد ماتشات الجوله سريعا من اليوم الثاني، عشان اليوم الثاني كان فيه هو الحاجات الاهم، وهناخد من اليوم الثاني بعد كده نرجع لليوم الاولاني. واحنا بنتكلم عن الماتشات هنتكلم كده عن الافكار المبدئيه للجوله الجايه وللجولات الجايه بشكل عامه، ان احنا نشوف افضل اللعيبه واللعيبه اللي احنا نبيعها واللعيبه اللي احنا نجيبهم للجولات الجايه. بداية اليوم التاني معانا بماتش ايفرتون وستهام، ماتش خوازيق. بوين واريولا ما عملناش اي حاجه، وجيمس وورد براوز بقى وسوتشيك طول ليله كبيره قوي سعادتك، ما فيش اي حد فيهم عمل لنا حاجه. بالنسبه لايفرتون ما فيش اي حد طبعا ان هو هيكون معاه حد من ايفرتون. الكلين شيت لايفرتون وكالفرت بيجيب جون، وهارسون اللي احنا اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت وقلت لك خلي عينك عليه عامل اسيست، فعلا الواد خطير جدا، وانت لو اتفرجت على الماتش هتعرف ان الخطوره كلها في ايفرتون من هارسون. بس يلا مش مشكله، ماتش خلص بخوازيقه. نشوف بقى الماتشات الجايه، الماتشات الاهم اللي احنا كل حد فينا معاه اكتر من لعيب فيها. يجي الماتش اللي بعده
بعده برايتون وفولهام. طبعا الخازوق المعتاد مين؟ ما انت لسه واخد خازوق من بوين، فلسه بقى انت مش قادر خلاص، فتقوم تاخد خازوق من مين كمان؟ من ميتوما بلانك. ولاعيبه برايتون تقريبا كلها بلانك، لان مفيش حد تقريبا جايب فيركسون في التشكيله بتاعته. برايتون في الماتش ده حقيقي كانت سيئه جدا، وفعلا الدوري الاوروبي مؤثر عليها بشكل كبير. طب هل بقى عشان هم الدوري الاوروبي مؤثر عليهم ومركزين في الدوري الاوروبي اكتر فنبيع بقى ميتوما عشان ملوش لازمه؟ لو معاك ميتوما دلوقتي فما تبيعوش علشان جدول برايتون، مش عشان هم احسن حاجه في الفتره دي. هم برده مش هيفضلوا على كده وهيتحسنوا في الدوري، فان انت عشان كده برده ما تبيعش ميتوما. اما لو مش معاك ميتوما فهم بصراحه حالتهم ما تشجعش قوي ان انت تجيب من عندهم حد، عشان كمان الروتيشن، وعشان زي ما قلنا بيلعبوا في الدوري الاوروبي. فهنتكلم بالتفاصيل ان شاء الله في الحلقه الجايه بتاعت نصايح الجوله الجايه باذن الله. لحد دلوقتي اللي هو مش معاك ما تشتريهوش، لحد باذن الله ما نعمل حلقه في الجوله الجايه ونفكر بقى كويس ونشوف هنعمل ايه للجوله الجايه. ماتش خلص بخوازيقه مش مشكله، زيه زي ماتش وست هام. نخش على الماتش اللي بعده يمكن ما يكونش فيه خوازيق. نيجي للماتش اللي بعده ليفربول ونوتنجهام. تقريبا الماتش ده الى حد ما فيهوش خوازيق. الناس اللي كابتنه صلاح اتروق عليهم ب8 نقط مش وحشين خالص. احمد ربك يا اسطى، حد زي كابتن واتكنز وداروين نونيز جون ودييجو يوتا جون. تقريبا زي ما احنا قلنا برده الحلقه اللي فاتت ان نوتنجهام عندهم مشاكل كبيره من ناحيه صلاح ومن ناحيه العمق اللي هو نونيز. فالماتش مشي زي ما احنا تقريبا متوقعين له. يعني تقريبا لو انت هتكون طماع شويه ان انت مثلا محتاج كان صلاح يجيب له جون كمان اسيست كمان، بس تقريبا الماتش مشي الى حد ما كويس. فحاجه كويسه جدا ان ليفربول بقى لهم ماتشين ورا بعض كلين شيت. وفعلا لما تتفرج على الماتش تلاقي ان الفريق بدا يتحسن في الدفاع وبدا يمسك نفسه في الدفاع. فممكن ان احنا نفكر من عندهم في الدفاع جامد جدا. حد مثلا زي تسميكاس، حد مثلا زي اليسون، سعرهم في المتناول ورخيص. ما تفكرش خالص طبعا في ارنولد. كلنا شفنا ارنولد السيزون ده مش زي السيزون اللي فات خالص، في اخره ما بيزيدش خالص في الهجوم، وسعره بالنسبه للنقط اللي بيجيبها فسعره غالي جدا. انت لو معاك صلاح وهالاند وحد مثلا زي سون وساكا في تشكيله واحده فتبقى انت حرفيا معلم. تبقى انت مش محتاج حاجه تاني من الفانتازي. كل جوله هتروق عليك وهتعدي الافريج مستريح. نخش بقى على الماتش الخازوق الاكبر. لحد دلوقتي انا مش قادر اعمل موف اون منه خالص. استون فيلا ولوتون. طبعا مين؟ كابتن توينكز. هو حرفيا كان توينكز في الماتش مش كابتن واتكنز خالص. احصائيات كابتن توينكز ايه بقى في الماتش؟ هو شارك في 90 دقيقه بمعدل 60 ثانيه لكل دقيقه، ما عملش اي حاجه تاني في الماتش. يا ابني شوت يا ابني، طب اعمل اي حاجه، ما انت لسه جايب جون يا اسطى في المؤتمر الاوروبي ومظبط الدنيا. يعني هو اول ما ارمت يجيبك احنا والشباب اللي جبناك الجوله دي تعاقبنا؟ يعني هو احنا لوتون على ملعبك نعمل ايه تاني؟ طيب الحسنه تقريبا في الماتش ده الناس اللي صبروا على ديابي زي حالاتي كده الحمد لله ان هو روق علينا ب 13 نقطه، عوض لنا شويه واتكنز. بس هو كان واتكنز لو كان عمل حاجه عشان احنا مكابتنينه فكان هيفرق معانا جدا. عشان مثلا الناس اللي مكابتنه صلاح فعيله في الترتيب، الناس طبعا اللي مكابتنه هالاند، او حتى الناس اللي مش معاهم هالاند فبرضه دول نقصوا في الترتيب علشان واتكنز ما عملهمش حاجه. برضه الحسنه في الماتش ده ان كاش لحق ان هو يخرج قبل ما الكلين شيت يضيع منهم فجاب لنا 5 نقط. الناس برضه في ناس انا شفت ان هم مكابتنين كاش الى حد ما برضه كويسه بالنسبه لواتكنز، ان انت اكيد مليون في الميه هيكون معاك واتكنز، فعلى الاقل 5 نقط احسن من نقطتين. نخش بقى على الماتش اللي بعده المفروض اللي هو قمه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. الفايكنج اللي ما بيرحمش، هو السفاح. انا مش عارف يعني نقول ايه عليه تاني عشان يتهد. الواد مش طبيعي. حرفيا هتبقى حركه جنان لو احنا نفكر ان احنا نبيعه. عشان كده هكررها لك تاني، لو معاك هالاند وصلاح وسون وساكا في تشكيله واحده فتقريبا انت كل جوله هتعدي الافريج مستريح. انت لو معاك هالاند ومش مكابتنه هتنقص في الترتيب، فما بالك بقى اللي ما معهوش هالاند كمان. ايه ده، احنا في مأزق جدا. احنا الجوله الجايه هالاند هيلاعب مين؟ بورنموث وعلى ارض السيتي. حتى لو على ارض بورنموث فمتوقع ان هالاند في الماتش ده على الاقل يجيب 5 اجوان، فما بالك بقى على ارض السيتي. طبعا الكلين شيت للسيتي، وانا والله متفهم ان انت لو معاك حد من دفاع السيتي سواء بقى كان حد من دفاع او حتى ايدرسون ان انت معيده على الدكه زي حالاتي، فده شيء طبيعي. هو مش طبيعي هو اللي حصل. بالنسبه لليونايتد لو معاك اي حد منهم بيع من غير ما تفكر. انا عارف ان الجدول بتاعهم الفتره الجايه سهل، لوتون وفولهام ودنيا جميله، لا تقول لي بقى راشفورد ولا برونو ولا هويلاند ولا اي حد، ولا طبعا حد من دفاع بيع. فريق زي ده لا، فاكس بجد وخلاص، كفايه قوي 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 عليهم كده. ونيجي لليوم الاول في الجوله، طبعا الخازوق المعتاد من الماتش ده وهو ماتش تشيلسي وبرينتفورد. الناس اللي راحوا جابوا بالمر، بس انا قلت لك تشيلسي دي فرقه نكسه، انت ما تروحش تجيب من عندهم اي حد الفتره دي. على الاقل لما الجدول بتاعهم يتحسن اللي هو بعد الجوله ال 15 ان شاء الله، وقتها ممكن نفكر نجيب من عندهم حد. طب انت لو اشتريت بالمر تبيعه؟ بيعه، مع ان الواد في الماتش اللي فات لو انت اتفرجت
فعلا كان كويس جدا جدا، وكانت الخطوره كلها كانت من عنده. حتى كمان ستيرلينج ما كانش احسن حاجه الماتش اللي فات. الواد كانت الخطوره كلها من عنده، وكمان بالسعر ده وكمان معاه البرنتات، فهو انا متفاهم ان هو سعر مغري. بس حد مثلا زي نيتو ما فيش فرق كبير قوي ما بينه وما بين نيتو، كان في السعر فرق تقريبا نص مليون ما بينهم. وشوف نيتو كل ماتش بيعمل ايه. وكمان جدول وولفرهامبتون الفتره الجايه اسهل من جدول تشيلسي الفتره الجايه. تشيلسي تقريبا كان بقالها 3 ماتشات ما كانش بتخسر، كانوا ماتشين تقريبا كانوا كسبانينهم، والماتش التالت كانوا تعادلوه قدامنا قدام الارسنال. جم الماتش ده خسروه، وطبعا كلنا عارفين ليه، بسبب النحس اللي رجع لهم تاني وهو جاكسون. كان بقالهم 3 ماتشات كان بيكسبوا من غيره، اول ما اتحط في التشكيله الاساسي خسروا. برينتفورد انا قلت لك ايه على موبيمو؟ بالله عليك قلت لك ايه على موبيمو؟ وقلت لك اي حد بيلعب على جبهه كوكوريا بيعمل عليه ماتش، حتى لو اول مره بيلبس الكوره في حياته هيعمل على كوكوريا ماتش. دلوقتي الوقت فعلا ان انت تبيعه، ومليون في الميه انت ما تفكرش ان انت تروح تشتريه، ان هو خلاص خدنا خيره من بدايه السيزون. ممكن بقى لما الجدول بتاعهم يبتدي يتحسن وقتها نروح نشتريه تاني، لكن دلوقتي هما داخلين على ماتشات صعبه جدا، وفي اختيارات في النص احسن منه بكتير. والماتش اللي بعده بورنموث وبيرنلي. الماتش ده الناس اللي راحوا بقى يجيبوا ريسكات من بقى فوستر المهاجم بتاع بيرنلي، من سولانكي، ما فيش اي حد للاسف عمل حاجه، ولا في اي ريسكايه اصابت فيهم في الماتش ده. ماتش بالنسبه لنا مش مفيد خالص من جميع النواحي. الفرقتين دول ما تجيبش من عندهم حد الا لو هيلعبوا فرقه في نفس مستواهم. اي فرقه هتلاعب بيرنلي طول ما كومباني ده عندهم مدرب مليون في الميه لازم نجيب من عندهم حد من الفرقه دي بالهجوم بتاعها. بيرنلي دفاعها مش ممكن، مفيش فرقه في الدوري الانجليزي من ساعه ما اتفرجت على الدوري الانجليزي بالسوء الدفاعي ده. نخش على الماتش اللي بعده، الخوازيق الكتيره اللي فيه ماتش الارسنال وشيفيلد. الماتش النتيجه بتاعته كده تغريك 5-0. لو انت مثلا ما كنتش بتتفرج على الماتش، او كنت نايم، او كنت بتعمل حاجه في الشغل مثلا، قمت بعدها فتحت التليفون تبص كده تشوف نتيجه الماتش خلصت كام، تلاقي 5-0، تقول بس خلاص. كلين شيت بتاع جبريل، الهاتريك بتاع ساكا، ومتعشيه قوي. تفتح تبص تلاقي اصلا ان جابرييل دكه. ايه يا عم ارتيتا؟ علشان انا مدرب حناكه لازم اقلد الفيلسوف جوارديولا، انا مدرب حنيوك بريحه وكل حاجه. طيب يا عم ماشي، مقبوله منك يا روحي. نشوف يا عم ساكا، نبص في الاجوان، نشوف الاحصائيات، نشوف الاسيستات، نلاقي ان ساكا مفيش منهم اي حاجه غير اسيست واحد، وهو اصلا محسوب له كده بالحب. يعني انت شوف كده الاجوان هتلاقي ان الاسيست كده محسوب له بالحب كده، فده اصلا ما عملش حاجه طول الماتش. تلاقي انكيتيا اللي هو بس مع اصحابه وتقريبا مع عيلته بس، ما فيش حد تقريبا تاني معاه انكيتيا. انت بقى لو جبت انكيتيا مخصوص للجوله دي فحقيقي تبقى معلم. بس برضو ان انت تحمد ربنا لو انت مكابتن ساكا ف6 نقط، وان هو جاب لك توتال 12 نقطه، مش وحش خالص. انا عارف ان هو 5-0، فانت كنت مستني منه جولين على الاقل، او حتى جول واسيست، مش اسيست بس. لكن بالنسبه للناس اللي مكابتنين واتكنز، فان انت ما وقعتش في الفخ ده، فدي برضو حاجه الى حد ما كويسه. هنخش على الماتش الاخير في اليوم ده، وهو ولفرهامبتون ونيوكاسل. النتيجه كانت متوقعه، وان احنا قلنا بنسبه كبيره ان نيوكاسل الكلين شيت بتاعها هيضيع، يعني ان ولفرهامبتون تبقى على ملعبها بتبقى كويسه جدا، وان هي بتسجل في اي حد. طبعا الدفاع كله بتاع نيوكاسل 0-0-0، ما فرقتش بقى من تريبير وبين اي حد ما عدا فابيان شار اسيست وطلع له ب5 نقط. وغير كده بس انا عاوز اقول حاجه على فابيان شار سريعا، وانت بتتفرج على الماتش ركز على فابيان شار. الكرات الطوليه اللي بيعملها للهجوم، الحاجات دي فعلا بتفرق جدا. ان هو ممكن تلاقيه على الاقل في الماتش ده بيبقى مثلا طلع لك باسيستين، ان هو بس عمل كره طوليه من دفاع للهجوم، حاجه مثلا لويلسون، حاجه مثلا لالميرون او لجوردون، بيبقى انفراد هو والجون. الواد فعلا في الكرات الطوليه ولا اجدعها رقم 8 في نص ملعب. ويلسون جولين فورمه وكل حاجه، بقاله كام ماتش. طب هل بقى نجيبه عشان هو فورمه دلوقتي وسعره كويس جدا؟ انا من رايي بلاش. ويلسون فعلا خطير جدا، لكن ما تنساش ان عندهم دوري ابطال وايزاك حاليا مصاب. ويلسون دلوقتي فورمه، حتى لو ايزاك مش مصاب بديهي والطبيعي ان الماتش الجاي في الابطال ويلسون اللي هيلعب اساسي، فده هيأثر عليه جامد جدا. لو لعب الماتش على طول اللي بعدها على طول في الدوري، ويلسون سنه كبير مش هيقدر ان هو يلعب ماتشين ورا بعض 90 دقيقه كاملين. هم عندهم قرعه في الابطال، الماتشات الجايه حياه او موت بالنسبه لهم. الفرهابتون بقى نيتو بالسعر ده حرفيا حاجه جامده جدا، كل ماتش ما شاء الله عليه اسيست او جون وبالسعر ده، فحاجه جامده جدا، والراجل مش مقصر معانا خالص. والفرهابتون دايما بره ملعبها بتلعب على التحولات الهجوميه على نيتو، فبيبقى خطير جدا، متوقع ان هو يجيب لك اسيست او حتى يعمل لك جون. وفعلا ولفرهامبتون في الهجوم مستواها بدأ يتحسن، مش زي الاول خالص. اللعيب اللي احنا نقدر نقول عليه ان هو اندر ريتد الجوله دي، وان هو فعلا كان كويس جدا جدا في الماتش، وما طلعش بنقط عاليه قوي، مش شرط ان هو طلع بنقط، ممكن ما يكونش طلع بنقط خالص، او مثلا عمل له اسيست بس.
ان هو ما طلعش بنقط عاليه قوي، محدش بيتكلم عنه كتير، وفعلا ان احنا نركز عليه ونحط عينينا عليه للجولات الجايه، وهو هاريسون كان في الماتش كان خطير جدا جدا ومحدش بيتكلم عنه خالص، وانا بكلمك عنه بقالي جولتين. فاول بس ما جدول ايفرتون يتحسن مليون في الميه ان احنا نفكر في ريسكايه هاريسون، مش هيبقى مع حد كتير خالص، ان احنا نلحق نجيبه قبل ما يتالق في الكام ماتش اللي هيكون الجدول بتاعه سهل، وبعد كده ان احنا نبيعه. دي كانت الماتشات كلها يا صديقي، وبرده كانت دي نظره مبدئيه للجوله الجايه وللجولات عامه. احنا بس نظره مبدئيه كده للجوله الجايه نجيب مين ونبيع مين، لكن دي برده مش هتكون حاجه اساسيه باذن الله. الحاجه الاساسيه هتكون الحلقه الجايه ان شاء الله. تذكر دايما ان الفانتازي محتاج له نفس طويل، ما ينفعش ان انت تيأس من جوله ولا اتنين. ممكن ان انت تعمل حاجه ديفنشر جامده جدا تعليك على الناس وفجاه تنط مثلا 2 مليون مركز اقل حاجه. فمش عايزك تزعل لو انت جايب اسهم حمراء، خلاص جوله وفاتت، نركز بقى في اللي جاي. دعونا ننسى اخطاء الماضي ونفعل اخطاء جديده. وبس كده يا صديقي، دي كانت نهايه الحلقه. اتمنى لو عجبتك الحلقه فما تنساش تعمل لي لايك واشتراك في القناه، علشان ده زي ما قلت لك بيساعدنا فعلا ان احنا نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. وكان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقات جايه، وسياحو فانتسي، سلام.